بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأكارم، رمضان كريم علينا وعليكم بهذه الإطلالة، إطلالة الخير والبركة والرحمة والمغفرة. هنالك فلسفة الصيام للأولياء. مثلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يقول: حبب إلي ثلاثا: قراء الضيف، والصوم بالصيف، والضرب بالسيف. فينم ذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه يحب هذه القضايا الثلاثة، هي الجهاد في سبيل الله، وقضية الصيام. هذا إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكذلك السيدة مريم عليه السلام يقول عندما وفاها الأجل وقد أعطيت هذه الكرامات لعيسى بن مريم، إحياء الموتى سلام الله عليه، يقول قال له: ما هل تريدين الرجوع إلى الدنيا؟ قالت له: بلى بني، لكن بشرط أن أصوم لله تعالى في نهار قارض، وأصلي لله تعالى في ليل قارس شديد البرودة. انظر أيها المحب، أيها الموالي، أيها المسلم، في كل أبعاد الكرة الأرضية، في كل مرافق الحياة، انظر إلى الأولياء عندما يستيقظ في جوف الليل ويذهب إلى الصلاة والجو بارد. وكذلك في أيام شهر رمضان الليل الحار، الليل البارد في الليل، وكذلك في النهار القارض شديد الحرارة، يتحمل الأولياء شدة الحار وبرودة الشتاء في الليل القارس في مرضاة الله تعالى، في جنب الله تعالى، من أجل كسب المرضات، من أجل غفران الذنوب وستر العيوب. وهذا شيء ينم على أن الأولياء لا تهمهم الدنيا، لا تهمهم الأطعمة والأشربة، ويكابرون هذا الليل في جنب الله تعالى في الصلاة والصيام وقبول الأعمال. وتجد الولي الصالح يبقى هذا الليل متقلبا على فراشه، يرتقب ساعات الأذان حتى يقوم بين يدي الله تعالى ساجدا وراكعا. وكذلك في النهار في شهر رمضان يكون صائما قائما يطلب من الله تعالى المغفرة والرحمة. وهذا شيء الكل يسعى من أجله جاهدا، ويقتفي الأثر للأولياء والصلحاء كعيسى عليه السلام وعلي بن أبي طالب وزين العابدين وكل الأولياء والصلحاء. ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأنتم كذلك ببركة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.